هنقلبها بالشكل ده لان شغلنا هيبقى على الايه، على الوش. طبعا حضرتك هتخيطي خياطه مكنه لو عندك مكنه، او غرزه باك عشان الخياطه ما تتعملش من قدام شكلها يبقى وحش، او سراجه صغيره، وبتظبطي كده بالشكل ده كده. انا دي طالعه معايا مستطيل، انت ممكن تعمليها مربع، اقل حاجه اعمليها 40 في 40، يعني المخده تبقى 40 في 40 حلوه قوي. واظبط كده، وهجيب الفايبر واحطه واقفلها. يعني احنا هنشتغل كده هنجيب كرتونه زي ما اتفقنا بالطول المناسب لينا للاماكن اللي احنا هنعملها، وهجيب الورقه كده 4 في 4 نعملها 8، تبقى بالشكل ده، يعني دي 8. هنحدد الاماكن. طبعا انت حضرتك بقى هتوزعي الشغل تاني. انا بعيدلك تاني، الخداديه لازم يكون فيها الفايبر بتاعها، او بعد ما بتعمليها بتدخليها في المخده وبتشتغلي عشان يبقى في حاجه رفعاها كده، تمام. والمقاس اللي يعجبك والمقاس اللي ترتاحي له. هنعمل مثلا في الجزء ده، هنعمل الجزء ده مثلا اهو، هعلم عليه بالقلم، ماشي. وبعد كده هعمل ايه، هو ده بس اللي هشتغله بالخيط. انا هوزعها مثلا، عايزه اعمل جزء هنا، توزيعه بقى دي على حسب انت عايزه ايه. هجيب اهو بالشكل ده، ومسدس الشمع بتاعي شغال، او اللزق بتاع القماش، او اللزق ده اللي يعجبك. ده حلو جدا على فكره، احلى من الامير كمان. هعمل ايه، بصي بقى ركزي معايا. انا حددت المسافه بتاعتي، وهبتدي الف الخيط على حسب المسافه بتاعتي بالشكل ده كده، وتلزقيهم في بعض. ركزي في اللي انا بقوله ده بالشكل ده لحد ما اوصل للمكان اللي انا عايزاه. وهجيبها برضو كده واشوف مناسبة، يبقى تمام. ركزي بقى في الخطوة دي، لازم خيط يبقى طالع من هنا اهو، شايفاها بالشكل ده. وهقص الخيط بتاعي كده، تمام. هاجي عند المكان، هقولك حاضر، هبعتهولك دلوقتي. هظبط الخيط كده لازق في بعضه. انا شغاله بخيط محلول. هاجي عند المكان بالظبط واحطه عليه ايه، اللزق اهو، والزقه كده جامد اهو، تمام كده. وافضل ماسكاه كده حبه حلوين. تاني خدي بالك ان لازم الخيط الطرف التاني يبقى من هنا، والطرف ده من هنا، عشان لما نيجي نقص. والكرتونه بتاعتك يا ريت تبقى مفتوحه كده عشان بسهوله خالص تدخلي المقص كده وتقصي. اوعي تقصي قبل ما تعرفي وتتاكدي ان اللزق اتلزق كويس. عايزه بعد كده خيطي، يعني هيبقى متاح بالنسبه لي ان انا اقدر اخيط. جربي، بقى متاح تمام، ما بقاش متاح برضو يبقى احنا كده جربنا. وبالراحه، وما شدش الخيط معايا وانا شغاله. وزي ما قلتلك لازم تبقي عامله جزء كده زي ما انا عامله. الكرتونه بتاعتك تبقى بالشكل ده عشان تدخلي بسهوله خالص المقص بتاعك بالشكل ده. طبعا الخيط المحلول بيبقى سهل جدا ان هو يتسرح، وبيبقى شكله حلو بالشكل ده كده. وهنسرحه ونعمل له كل اللي نفسه فيه. تعالوا نعمل تاني مثلا هنا حته اطول، هنا مثلا نعملها مثلا تدريجات ورا بعضها. دي بصي بقى حاجه ترجع لك انت، يعني الاشكال دي بقى ترجع لك انت. هسرحها لما اتاكد ان هي لزقت كويس، ماشي. هاجي برضو الجزء ده، يبقى انا هلف الخيط كله. اللزقه اهو يا وفاء، باين معاكي؟ عامل شبه الامين برضو زي ما عملنا في المره اللي فاتت بالشكل ده. طبعا اختاري نوع خيط حلو، يعني انت اختاري نوع خيط محلول حلو. طب يا اميمه ما ينفعش خيط قط؟ جربي، بس طبعا استحاله ان هو ينفع الخيط المصري، لان الخيط المصري مش هيعمل لنا الشراشيب اللي احنا شايفينها. هنقعد نلف بالشكل ده لحد ما نوصل للمكان اللي احنا عايزينه.
هلزق الخيط جنب بعضه. ركزي في الخطوة دي، لازم الخيط يبقى ملزوق جنب بعضه. يعني انا لفيت وحاسة ان ايه الخيط بعيد، لا لازم اتأكد ان الخيط لازق في بعضه بالشكل ده. ولازم تتأكدي ان دي اللي هتقصيها تكون قصاد دي، يعني شايفة انت دي اهي تكون من هنا برضو ايه مقصوصة من هنا، عشان ما تعمليكيش حتة قصيرة وحتة طويلة. وخلاص كده قصينا اهو ماشي. واتأكد انا مكاني فين، مكاني هنا اهو، يعني الحتة دي المقصوصة من فوق والحتة المقصوصة من فوق، وهجيبها عند المكان اللي انا عايزاه. ممكن ترسمي تخططي بالقلم الحراري كده كده هيتمسح بالمكوى، واظبط الخيط بتاعي بالشكل ده. هجيب برضو المكان احدده بالظبط والزق بالمسدس الشمعي بتاعي، او زي ما اتفقنا باللزق القماش. كتري ما تبخليش، كتري عشان احنا هنسرح لسه. دي بصوا اهي لازم اتاكد منها ان انا ايه عاملاها كده. حاسه ان هو لسه هحط بس يعني ايه اهو، اتاكد من الجناب ومن كله ان في محطوط وان الحياه معانا تمام. مش عايزين يبان مسدس الشمع برضو. زي ما عملت هناك، المسافات اللي ما بينهم دي حاجه ترجع لك انتي، الشكل العام دي حاجه ترجع لك انتي ولذوقك. انا ماسكه اهو القماشه قصيت حبه من الناحيه اللي هناك وهقص حته من الناحيه دي. طبعا الكرتونه يا ريت تبقى تقيله شويه، ولما تتنى هتتنى مقفوله على 4 مثلا، تبقى احسن بكتير. بالشكل ده كده. طبعا بقى ايه بالفرشة بتاعتنا، وهبتدي اسرح بس بالراحة علشان ايه اهو نسرح الجزء ده مثلا. همسكه كده بالراحة عشان مفيش حاجة تطلع قوي، يعني عشان احنا برضو انا المفروض قلتلكوا استني ما يمسك كويس، انا ما استنيتش، انت استني بقى. انا عايزاكي تشوفي شكله عامل ازاي. وطبعا حابه ان انت تحطي مثبت حطي، حابه تحطي ان انت غيره حطي، عايزه تسيبيها كده براحتها سيبيها. هنفتح كده بالراحه خالص. هتجيبي خيط نفس اللون، هنشتغل كده اهو. انا بشتغل على الطرف الاولاني بس مش الطرف اللي تحت. هعملها غرزه باك، خدي بالك عشان ما تخشيش على الطرف اللي تحت. بالراحة خالص غرزة باك اهي. يبقى احنا بنلزق وبعد كده ايه بنخيطها خياطة باك بنفس لون الخيط، نفس لون الخيط عشان لو حد شافها ولا حاجة. افضل بقى شغالة لحد النهاية اهي. انا خيطتها للنهاية وهمسكهم كده بقى ايه واسرح واعيش حياتي، وهو الشكل العام.